والبني ادم مصدوم من اللايكات اللي وصلت. At least 10 million. تخيل لايك واحد منك ممكن يخلي بشار العربي يوقف قدام كريستيانو رونالدو. القصة مو قصة فيديو عادي، القصة انه بشار العربي قرر يعمل خطوة ما حدا جرأ يعملها من قبل. وقف قدام مستر بيست نفسه وحكى معه تحدي مباشر وقال قديش بدنا لايكات لحتى نعمل فيديو انا وانت ونقابل كريستيانو رونالدو. مستر بيست اول شي طلب 10 مليون، بعدها خففها ل 7 مليون، وبشار نزل الفيديو. This is too much. Okay, then 7 million. المفاجأة أنه الفيديو انفجر انفجار حرفي. خلال أسبوع واحد بس بشار زاد أكثر من 1,000,000 متابع على حسابه، والأهم الفيديو اليوم وصل ل 6 مليون لايك، يعني باقي 1,000,000 واحد فقط 1,000,000 لايك وبيصير اللقاء مع الدون حرفيا على الأبواب. يا اني فوز بنزاهة، يا اني اخسر واتقبل الخسارة، والحمد لله كل شيء من الله حلو. واللي صار أغرب وأقوى من هيك، من بعد هذا الترند بشار صار مشهور عالميا. حرفيا صفحات أجنبية، صناع محتوى من كل الدول، جمهور عالمي، الكل عم يحكي عن التحدي ويدعمه بنفس الوقت. انه كلامه صح. لكم ان تتخيلوا انه زدنا 1,000,000 متابع خلال اسبوع. والكل عم ينتظر يشوف إذا رح يكسر 7 مليون ويحقق المستحيل. تتوقعوا يوصل الفيديو ل 7 مليون ولا رح يوقف عند ال6؟ ولو صار اللقاء شو أول شي لازم يقوله بشار لرونالدو؟ ما خلي صديق مستر بيست هو اللي يرد. حي أسامة مروة. طاير والبني ادم مصدوم من اللايكات اللي وصلت.